مساء الخير على الجميع، بالاخص جمهور الزمالك العظيم. ان شاء الله هعمل حلقات سلسله فضايح الاتحاد المصري. ايوه، ان لا جباهية الاعلام المصري مش هتتكلم فيه ولا هتفتح فيه في الملف ده. هما خايفين على اكل عيشه. ما علينا. بقول لك بقى ايه، طلع النهارده كابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، قال لك انا مصدوم. مصدوم من ايه يا عم نبيل؟ قال لك اكتشفت ان في تزوير في اعمار 2008 في منتخب 2008. طب هو انت حضرتك لسه ماسك المنصب جديد؟ الله اعلم، ما اعرفش. قال لك اكتشفت ازاي بقى؟ قال لك مش بنعرف نعمل تحاليل اللعيبه الصغيره في معامل في مصر. ليه يا عم علاء؟ قال لك عشان بيحصل تزوير وبنروح بطولات وبيحصل كشف عليهم هناك، وبعض المعامل في مصر مش بتديك التحاليل صح، وفي ناس بتروح تعمل مكان ناس تحاليل. المشكلة بقى الكبيرة ايه بقى؟ ان منتخب 2008 في 8 لعيبة فيهم سنهم كبير. يا نهار ابيض. والمشكلة بقى كمان ايه؟ ان هم هيسافروا بعد 3 اسابيع. يعني كده المنتخب هيسافر، يعتبر نص اللعيبة مش هتسافر معاه. لصالح مين بقى كل الفشل ده والتزوير ده؟ ولصالح مين التزويرات ديت؟ فين اشرف صبحي وزير الرياضة من الكلام ده كلاته؟ ده سؤال لاشرف صبحي، انت فين من كل ده؟ ولصالح مين الشغل ده كله بيشتغل؟ ولصالح مين التزوير ده؟ انا عايزه اعرف.